السلام عليكم، صلى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وانتم بألف خير، انتوا حبايبكم كده، وتقضوا رمضان في طاعة وعبادة، وربنا يرضى عنا وعنكم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله كان يوم خفيف ظريف عليكم كده. إن شاء الله النهاردة أصحابي هنعمل كده سفرة رمضان مع بعض. هنشوف فطرنا ايه أول يوم، مش لازم محمر ومشمر. عملنا الحاجات اللي أهل البيت بيحبوها، تاخدوا فكرة وتنفذوا بكرة إن شاء الله. بس لو كنت أول مرة بتشرفونا اشتركوا وفعلوا الجرس، ولو عجبكم المحتوى ادعمونا باللايك والشير والكومنت الحلو زيكم. خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. طيب سمينا بسم الله أصحابي. أنا النهاردة زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو عملنا حلا، عملنا الفيمتو، عملنا محشي، عملنا معاها دجاجة كده وسمبوسة بالجبن، وعملنا حلا. كنت كمان مطلعة أعمل كنافة، بس الوقت بقى ما أسعفنيش، ف ما قدرتش، قلت خليها لبكرة. وعملت كمان خبز اللي هو الكريب. طبعا انا ما اضفتش كل الوصفات للفيديو عشان الفيديو يبقى خفيف ظريف، الناس عشان تصلي والعبادات وكده. فقولوا لي رأيكم في الفيديو، تحبوا اخلي الوصفات منفصلة ولا اضيف الوصفة بالتفصيل في قلب الفيديو؟ فاكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله. هنا بقى انا بدأت طبعا من يوم الخميس بالليل، بعد ما اعلنوا الرؤية عندنا ان شاء الله يوم الخميس رمضان، من يوم الاربع بالليل. عملت زي ما انتوا شايفين، بدأت كنت سلقة الملفوف وحطاه في الفريزر، وعملت على طول خلطة المحشي. الطماطم كنت مفرزاها، طلعتها على طول وعملت خلطة المحشي. ولفيت المحشي من يوم الأربع بالليل، وغسلت المواعين ونظفت المطبخ وكله تمام. اتسحرنا والساندوتش كده حاجة خفيفة وفواكه والزبادي وخلاص. وصلينا انا نمت، وبعد كده قمت مع المنبه صليت الفجر، ورجعت نمت شوية تاني، وصحيت الساعة 11. صحيت الساعة 11 بقى على ما توضينا وصلينا والظهر أذن، وقرينا شوية قرآن وسبحنا كده وعملنا اللي ربنا قدرنا عليه. ونزلت على المطبخ، بدأت بعجينة الكريب. طبعا هبقى انزلها لكم منفصلة وهي موجودة في القناة، وهنزل لكم الفيديو مرة تانية جديد ان شاء الله. سويت اول حاجة الكريب زي ما انتوا لسه شايفين كده، تحفة وجميل. بعد الفطار بيبقوا عايزين ياخدوا سناكس كده، مش عايزين اكل، فمع كوباية حليب مع شاي مع حاجة بينفع يتسحروا بيه، مع جبنة مع اي حاجة بقى، كل واحد حسب ما بيحب ايه يحب يعني ياكل يعني. فعملت الكريب زي ما انتوا شايفين اهو. العجينة بتاعته ممتازة، العجينة بتاعته سهلة، كوباية وربع دقيق، كوباية دقيق، كوباية وربع حليب، 2 بيضة، ورشة فانيلا، بس كده. وبتعملوه بقى على اي مقلاة زي ما انتوا شايفينه رطب، وما شاء الله تبارك الرحمن، كان ريحته وطري جدا، ما بيلزقش ولا اي حاجة. ومعلقتين زيت كمان في العجينة. حطيته بقى في الحافظة عشان يفضل رطب كده، لان انتوا طبعا اول حتى ما بتخرجوه تحطوه على منشفة قطنية عشان ما يجفش معاكم. وهنا كده اصحابي خلصت الكريب زي ما انتوا شايفين. نبدأ بقى على هعمل مشروب الفيمتو. طبعا بعد الكريب انا حطيت الدجاجة تتسلق. احنا قبل كده سلقنا مع بعض الدجاجة، وكنت منزلها لكم في فيديو منفصل ازاي تسلق الدجاجة. وهنا هعمل الفيمتو سهل، بس الناس عشان تظبط النكهة معياره معروف. كل لتر مية بياخد نص كوباية من عصير الفيمتو، و3 ملاعق كبيرة من السكر. واللي عايز يستغنى عن السكر يقدر يشيل السكر، لكن انا بحس اضافة السكر بتظبط الطعم صراحة. بدون سكر بتحسه عادم كده، ما بيبقاش طعمه ظاهر. فهنا انا هزود عشان انا عامله لتر ونص، فهضيف 3/4 كوب من الفيمتو. وما زودتش في السكر، خليتهم 3 ملاعق من السكر. وهزيد بقى بقيه اللتر ونص من الميه. وبعدين احطه في التلاجة يبرد. يعني النهارده قلنا تغيير، يعني اول يوم رمضان يبقى نعمل المشروب الراعي الرسمي لرمضان الفيمتو زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة يا جماعة في رمضان بس رتبوا الخطوات. جهزي التجهيزات، مثلا لو في حاجة عايزة تتلف زي سمبوسة توطيب خضار، اعمليها ما بين الفطار والسحور. وغلفيها بالبلاستيك راب وحطيها في التلاجة. الخطوات دي بتسهل عليكي. خلصي مطبخك ونضفيه وغسلي مواعينك قبل ما تنامي، فتقومي تلاقي المطبخ رايق كده، فتشتغلي بسرعة. فترتبي الخطوات هتلاقي الأمور ماشية معاكي. هنا عملت الفيمتو زي ما انتوا شايفين، هدخله بقى الفريزر يبرد.
ونشوف هنشتغل في ايه تاني. كده الفيمتو جاهز. هنا بقى انا طلعت المحشي اللي لفيته من بالليل، كنت حطاه طبعا مغلفاه وحطاه في التلاجة. انا بعمل جزء سبايسي لان الولاد ما بيحبوش سبايسي، انا وزوجي بناكل السبايسي، فبعمل حلة صغيرة سبايسي وحلة تانية للولاد بدون سبايسي. طبعا الاكل النهاردة والله ما حد كل، مجرد ما الناس شربت مية والاكل موجود هناكل منه بكرة يعني، امال هنرميه ولا ايه؟ هنزود عليه وتشوفوا سفرة بكرة ان شاء الله. هنا بقى كانت الدجاجة اتسلقت معايا، وهنا طلعت المحشي طبعا من قبلها بساعة من التلاجة عشان ياخد درجة حرارة الغرفة. وهنا كنت بخليه شوية صلصة من التسبيكة بتاعة المحشي هضيفها على وش المحشي، وابدأ اسقي المحشي. طبعا المحشي في الكرنب يعني بنوصل للصف اللي قبل الاول يعني، اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا التسوية كلكم اشطر مني ما شاء الله. بنخليه يغلي 10 دقايق بقوة، وهنا اضفت بس سبايسي كمان، شطة مجروشة، وبنخليه يغلي بقوة 10 دقايق، وبعد كده ببدأ اهدي عليه النار واغطيه واسيبه بقى يستوي براحته. هنا عملت الحلقة ده هبقى انزله لكم مع بعض يعني في وصفة منفصلة. خبروني يعني في التعليقات انزل الوصفات مع فيديو اكل اليوم، ولا نخلي الوصفات منفصلة لحالها يعني. خبروني واعرف رأيكم. هنا اخدنا بسكوت مع زبدة، وخدنا موز هنقطعه شرايح كده ونحطه بشكل 4 على جهات الأكواب اللي هنحط فيها الحلة. وهنا الخليط بقى هتشوفوه في الوصفة إن شاء الله، خليط كريمي جدا، وكان طعمه تبارك الرحمن، كان رهيب. بنضيف الخليط وبعمل الطبقة. طبعا أحلى حاجة مع الموز والخليط ده صوص الكراميل، لكن أنا عندي الولاد للأسف مش بيحبوا الكراميل، أنا الوحيدة اللي بحب الكراميل بس. فطبعا بقى بناء على رغبتهم فحطيت التوبينج نوتيلا. خدت شوية نوتيلا سيحتهم وحطيتهم في الكيس وحطيتها توبينج على وجه الحلة. وطبعا عشان نكسر اللون شوية حطيت الورد الجوري، وهحط عليهم شوية فستق كده شكله وكان طعمه ما شاء الله تبارك الرحمن حلو طبعا. انا طبعا بعمل لكم المونتاج او الصوت بعد الفطار يعني، لكن انا لما وريتكم الاكل وصورته كان قبل الفطار زي ما انتوا شايفين اهو. هنوريكم بقى قوام الحلقة، بس طبعا مش هنقدر ناكل. انا اصلا النهارده والله يعني الحمد لله رب العالمين، والله ما حسيت بجوع خالص ولا اي حاجه. بس اللي اثر معايا طبعا انا مشكلتي بحب اشرب الشاي الاحمر يعني، فكان الشاي هو اللي عامل عدم توازن عندي يعني. لكن الاكل الحمد لله ما حسيتش بجوع يعني، على الرغم ان انا بتسحر حاجات خفيفه يعني. اخدت سندوتش عسل صغير كده مع زبادي وخلاص. اهو شايفين بقى القوام كريمي جدا، ولسه كمان لما تبردوه تحفة. نرجعه بقى مكانه عشان احنا ايه صايمين. اهو زي ما انتوا شايفين قوامه تحفة جدا وكان رهيب وعجب الولاد جدا. حالة خفيف وسهل. قلت لكم كنت ناوي اعمل صينية كنافة بس الوقت بقى جري مني، فقلت خليها لبكرة ان ربنا احيانا ان شاء الله. هنا الدجاجة طلعتها بدل ما نحمر في الزيت هحطها في الاير فراير بدون اي حاجة، وهي هتتحمر ما بتاخدش 10 دقايق وتتحمر. هنا طلعت ورق السمبوسة وعملت خليط اللزق اللي هو طحين ومية. وانا طبعا عشان في محشي وفي دجاج وفي الخبز الكريب، فالنهارده مش هعمل اي حشوات، هعمل حشوة خفيفة هم بيفضلوها بيحبوها بالجبنة الموتزاريلا فقط. طبعا انتوا بقى تحبوا ايه اي حشوة تانية براحتكم. لكن النهارده ما رضيتش اعمل لا حشوة دجاج ولا حشوة لحم ولا حشوة خضار عشان في محشي يعني، فالمحشي هو سيد الموقف يعني. بعد ما لفتها ولزقتها كويس، طبعا كنت لفها بعد العصر، فطبعا لازم تغلفوها بالبلاستيك راب عشان ما تنشفش منكم وتتكسر العجينة بتاعتها. في سمبوسة الجبن لازم الزيت يبقى ساخن، واول ما تنزلي الجبن يكون متوسط، لان لو كانت عالية قوي السمبوسة هتتحمر بسرعة وتحترق الاطراف بتاعتها، وفي نفس الوقت الجبن هيخرج من بره السمبوسة ويبدأ يطرطش، ربنا يحفظنا واياكم ان شاء الله. فلازم تبقى الزيت سخن وبعدين متوسط، وبعدين على طول السمبوسة الجبنة مبتاخدش اي وقت في الزيت، بنقلبها تقلبتين، مجرد بتاخد اول درجات الدهبي على طول بنخرجها. انا هنا هديت الزيت اهو عشان ايه ما تخرجش الجبنة وتسيح ولا قدر الله تطرطش على حد يعني.
طبعا اهم حاجه في السمبوسه، اي انواع سمبوسه، ان انت ما تطلعيش السمبوسه على التيشو او مناديل المطبخ، لان انت هتعرق. طبعا لسه بتبقى سخنه فيها بخار الميه، فتعرق مع المناديل، فتبقى طريه، ما تحافظش على القرمشه ولا تكون مقرمشه خالص. لازم تطلعيها على مصفايه او على رف شبكي، حاجه يكون فيها فتحات عشان يكون فيها تهويه، بخار الميه يطلع، وفي نفس الوقت تحافظ على قرمشه السمبوسه وما تطراش منك. وما تقسوش على السمبوسة في القلي، مجرد أول درجات الدهبي وعلى طول تخرجيها. بنصفي الزيت الزايد، وزي ما انتوا شايفين انا طلعتها في مصفاية مفتحة، فطبعا ايه، حافظت ما شاء الله لحد بعد المغرب كانت مقرمشة اهو. هنا بقى خلصت قلي السمبوسة، والمحشي خلاص استوى ما شاء الله تبارك الرحمن اهو زي ما انتوا شايفين. دي الحلة اللي هي مش سبايسي، ودي الحلة اللي هي السبايس اهي. كان ما شاء الله تبارك الرحمن كان يعني مستنيكو، كان طعمه ما شاء الله تحفة. هنا المحشي اهو، وهنا السمبوسة طلعتها محافظة على قرمشتها، وما شاء الله الجبنة بقى دايبة وكان طعمها حلو. الجبنة الموتزاريلا، يعني في خلطات جبنة تانية هنبقى نعملها ميكس أجبان، بس دي أفضل حاجة الولاد عندي أنا بيحبوها، فأنا بعمل اللي الولاد بيحبوه. شايفين بقى الجبنة من داخل سايحة ونايحة. وهنا الدجاجة خلاص اتحمرت في الاير فراير، خدت ودي بقى 10 أصحابي دقايق وبقت كانت جاهزة. سفرتنا أحسن النهاردة من سهلة القلي في وسريعة الزيت، وخفيفة. السلام وخفيفة عليكم. وتحفة.